الناس الاختصاص هما ديما يعطيونا المعلومات المفيدة ولا اللي ما نعرفوهاش من قبل. مثلا كل ما تتوغل في الاطارات الوسطى تلقى النحل بدا يختم في العسل، يختم من الفوق ويهبط. مثلا هذا عسلنا ممتاز. كما راكم تشوفوا العسل الطبيعي مباشرة. والعسل هنا المنحلة هذه محطوطة في قلب جبل غابة. معظم الناس ولا التجار العسل يغلطوا المستهلك، يقولوا له باللي العسل تاع الغابة يجي أسود. أيوة. هذه معلومة خاطئة 100%. هذا عسل تاع الغابة، لاحظوا هنايا في العسل كيفاش يجي أبيض شفاف. أبيض شفاف، خادموا من الغابة. لكل خلية يعمل فيها الحاج، هو يطلق فيها يعمل فيها علامة للفحص الدوري باش يرجع المرة الجاية يعرفوا واش راه يدير معها. معلومة يغلطوا بها التجار ولا النحالين الانتهازيين، يقولوا احنا رانا حاطين في الغابة نحل يصرح على العرعار وعلى الصنوبر وعلى الشيح وعلى الذرو وعلى بعض النباتات اللي اصلا ازهار نتاعها ماهيش رحيقية ولا ما عندهاش ازهار. كيما العرعار هذا ما يديرش ازهار، ما عندوش عسل للعرعار. بعض الانتهازيين يقولوا للمستهلك اللي خاصة يلقوه مريض ويحوس على، يقولوا له عسل العرعار مثلا ولا عسل الصنوبر ما فيهمش عسل، الشيح ما فيش العسل، الذرو ما فيش العسل، البلوط ما فيش العسل. وتنجم تعرفنا الاشجار اللي فيها الازهار الرحيقيه مثلا اللي تكون في الغابه عموما الحاج؟ الغابه مثلا السله، اكليل، الزعتر البري والزعتر، الكاليتوس، كاين كثير من الاشجار الرحيقيه ما يذكروهاش التجار. وهل الاشجار هذه لكل شجره ولا كل منتوج له خاصيه خاصه؟ اكيد كل شجره عندها وقت الازهار وعنده خاصيه في اللون والرائحه والذوق والعلاج طبعا. وبعض الناس اللي نستشيرهم من اطباء كاين اطباء مجربين انواع العسل تاع بلادنا. مثلا عسل السدر فيه امراض الكبد مراره وسرطان الكبد، هذا عسل السدر. اما بالنسبه للاكليل مليح كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي والتنفسي، اكليل جبل. مثلا عسل اللبينه او الشبرم، هذا يسموه الشبرم بالعربيه ولا باللغه المحليه الجزائريه تنغوت. هذا تجارب، كان صديق طبيب في سطيف معالج به، يقول أكثر من 30 حالات البواسير عسل اللبينة هذا. الحاج لو كان توضح لنا هل هناك وقت يعني معين ولا تواريخ محددة لجني هذه الثمار اللي جني هذا العسل الإكليل الجبلي؟ عسل الإكليل الجبل ما عندوش وقت، لو تتوفر الأمطار على طول السنة يكون فيه جني على طول السنة. نبتة الإكليل هذه نبتة جيدة جدا، ما كانش أحسن منها النحل، لأنها في أكتوبر قطعنا العسل تاع الإكليل في أكتوبر، دي من النادر جدا. كاين في تبسة بكثرة، كاين في البرواقية، كاين في الغرب في تلمسان، كاين في عدة مناطق في الجزائر ينبت في الجبال. وهذه منطقة من المناطق اللي فيها الإكليل، الجبل كامل راه فيه نبت الإكليل. احنا الآن في منطقة متعددة الأزهار، نشوفوا فيها كاين جميع الألوان والأشكال نتاع الأزهار. نحبوا الحاج يوضح لنا هل هي مفيدة للنحل، هل هي رحيقية، هل هي الحاج يوضح لنا. النباتات تختلف، كاين الرحيقية كاين غير الرحيقية، كاين بعض النباتات فيها غبار الطلع فقط. مثلا كما هذه النحلة ما فيهاش هذا النبتة الزرقاء هذه اللي أنا نشوف فيها، هذه ما فيهاش الرحيق، فيها إلا غبار الطلع. نتمسها هكذا شوف ها غبار الطلع، بينما الرحيق غير موجود فيها، وتلقى النحل ما يرعاش عليها. بينما هذه فيها أنا حاليا نشوف فيها ما تبان في الكاميرا وما تبانش، تبان تبرق فيها الرحيق تاعها من هنا يبان. هذه مثلا هذه يقولوا الحارة بالدارجة، في معظم الجزائر اسمها نفس الاسم الحارة. هذه نبتة غير رحيقية،
فيهاش رحيق. بينما الحارة البيضاء نفس الحارة وهي لونها أبيض، رحيقية، هذيك تكون رحيقية. هذا كما يقولوا لسان الثور أو لابوراش، هذا نبتة رحيقية بامتياز، هذه نبتة رحيقية بامتياز. هذا مثلا البابونج، هذا البابونج هذه نبتة تستعمل تيزان مهدئ مع النعناع، مهدئ جيد، هذا تشرب مساء. بالنسبة للنحل لا يرى عليها. هذه اسمها بالدارجة الغودة، كل الناس يعرفوها. هذه كنت تلاحظ، شوف كيفاه تبرق، شوف كيفاه تبرق. هذه فيها عسل جيد، لونه أحمر ومليح.